أستاذ بليغ، ارتباطك بصوت زي صوت الفنانة راحل عبد الحليم وكلمات بعض المؤلفين المتميزين، يا ترى نقدر نقول ده كان سبب في نجاحك وانتشارك؟ أنا كان لي الاختيار، في الشعر جدا، عبد الحليم ما اختارنيش وأنا ما اخترتوش، إنما اتلقينا لأن لقيت إنسان صادق جدا يعلم كيف يعني يوصل العمل الفني وكل ملامحه اللي جواكي واللي عملتيها بشكل عظيم جدا للناس. فعملية تفاهم بين الكلمة، بين الشاعر يعني أيا كان الشاعر وأيا كان المغني، إنما أخطر ما فيها إنها عملية متكاملة مع يعني أما بيبقى كده في قلب بعض وبيشتغلوا بكل فكر، فبتبقى عملية سبحان الله. الفن لحظة صدق، فالفنان وهو في المسرح مطلوب منه لحظة الصدق دي، هو بينقل هذا العمل للناس. إذا كانت موجودة ساعتها وهو بيغني أول مرة لازم توصل للناس. نتوقف عند رحلة الفنان بليغ حمدي مع الفنان عبد الحليم حافظ الله يرحمه. احكي لنا كيف كانت العلاقة؟ احنا نعرف بعض من زمان، وكنت بحضر معاه بروفات الأخ محمد الموجي والأستاذ كمال الطويل، يعني كنا مجموعة بشر في معهد الموسيقى العربية ده، مش بندرس، نروح بعد الظهر ونشوف فيه الندوات وفيه الحفلات اللي على المسرح الصغير هناك، ومعظمنا اتعرف بعض على هناك. من أحمد فؤاد بالفرقة المسية كله، يعني حتى التكوينات دي كلها جت في فترة واحدة. فالعلاقة موجودة، والحقيقة اللي كان حلقة فيها كان أستاذ معين شبان الله يرحمه، لأنه كان بيدرس لي. فالعلاقة الكاملة ابتدت في طموحات في كل حد طرف فينا، وتلمينا وحسينا ان احنا في مسؤولية، في حاجة عايزين نقولها. فاتقال هو اختارني يمكن، انا اخترته يمكن، انا اخترت الشاعر يمكن، الشاعر اختارني يمكن، انما ما تعرفيش الحكاية ابتدت امتى ولا ازاي ولا بترتيب، ولا عمره كان الفن بترتيب. بس لحظات صدق كاملة في العلاقات وفي الرؤية وفي الرغبة وفي الطموحات.